Hello everyone. In today's video you're gonna have a piece of information about linking. Linking is a basic element of American English pronunciation, helps you connect words together. Generally speaking, normally we've learned words, how to pronounce them separately, but when they come together you should learn linking. In this video I need you to listen and copy me. Let's get started. CH كأنك بتبتدي حرف التي في الأول تشا طبعا، وهنا الصوت التاني اللي هو الت، فهتلاحظ ان الصوت ده بدايته نفس الصوت ده، تمام، اللي هو تشا ت. دول لما بيجوا جنب بعض انت تلاقي بتنطق الصوتين. لا، اللينكينج هيساعدك انك تنطق الصوتين دول كصوت واحد. اول مثال it's quite cheap. it's quite cheap. كلمة quite بمعنى إلى حد ما، وبيجي بعدها أي صفة. quite cheap. it's quite cheap. أنت هنا بتقول التي quite cheap. quite cheap. شايف quite cheap؟ أنت كده بتعمل يعني بتلاقي في صوتين جايين جنب بعض كده، يعني في تحس إن في تقطيع في الكلام، تمام؟ هنا بقى التي اللي هي الت لما بتيجي بعدها تشا انت بتحذف تي وبتلاقي نفسك بتنطق الصوت ده بس. انطق بقى كده it's quite cheap. هي دي وظيفة اللينكينج، ان انت يخليك تتكلم بسلاسة جدا وسهولة. speak easily smoothly. تتكلم بنعومة وسلاسة جدا، ما يبقاش فيه تقطيع في الكلام. يعني انت حتى هتلاحظ الفرق ما بين it's quite cheap it's quite cheap it's quite cheap it's quite cheap. تمام كده. انا هنا بس بكتب لك النطق اللي بيتنطق علشان يساعدك. طبعا هنا الكيو يو بتنطق كوا، فهنا اهي كوا، والاي اتنطق هنا اي، كواي quite cheap. نيجي لرقم 2 a white chair. a white chair. white chair. شفت هتقولها ازاي؟ white chair. طب انا لما هاجي اطبق اللينكينج هتلاقي نفسك بتقول واي chair. طبعا انا كده بحذف الاي لانها مبتتنطقش في اخر الكلام، مش بتتنطق، وحذفت التي في النطق بس مش في الكتابه. وطبعا الاتش سايلنت، يعني انت هنا عندك كم حرف سايلنت؟ الاتش عشان مع الدبليو، وهنا الاي في اخر الكلام مبتتنطقش، فانا هنطقها واي. white chair. it's a white chair. it's a white chair. a hot cheese. a hot cheese. شوف هنا بقى جايه واضحه ازاي. هتقول hot cheese sandwich. ده بقى لما تيجي تقول hot cheese هتقولها hot cheese. hot cheese. برضه هنا حرف الاي في اخر الكلمه هيبقى silent، فهنا ما كتبتهوش عشان يبان النطق. a hot cheese. a hot cheese. hot cheese. don't cheat. فانا لما هاجي انطقها بعد ما انا اكون عملت اللينكينج عشان الصوت ده تش، فانا هحذف الت، فهتبقى don't cheat. don't cheat. don't cheat. a great chance. a great chance. ما تقولش great chance. great chance. great chance. great chance يعني فرصة عظيمة، يعني فرصة بالنسبة لك رائعة. فانت هنا لما تيجي تنطق ما تنطقش برضو التي عشان جه بعدها السي اتش، تمام. a great chance. a great chance. and finally والأخيرة a fat child. a fat child. قول a fat child. a fat child. a fat child. وظيفة اللينكينج ساوندز، وظيفة اللينكينج ساوندز عبارة عن ان انت بتختصر صوت موجود، صوتين ممكن تختصرهم تبقوا صوت واحد. ودي طبعا اللينكينج هنا اتطبقت على صوتين بس. اللينكينج ممكن يطبق على اصوات كتير جدا، بس في فيديو النهارده الصوتين دول. حابب تكتب في التعليق مثلا اي كلمتين بنفس الطريقه فيها تي بدايه بتنتهي بالتي والكلمه اللي بعدها بالسي اتش، او تجرب انت مع نفسك، ده كويس جدا. وزي ما قلت لك انت تسمع وتحاول تنطق بنفسك وتشوف الفرق. هقولهم لك انا تاني اخر مرة. it's quite cheap.
it's quite cheap. حاول تكرر مع نفسك كده وانت بتتفرج على الفيديو. It's quite cheap. A white chair. A hot cheese sandwich. A hot cheese sandwich. Don't cheat. Don't cheat. A great chance. A great chance. A fat child. A fat child. Thanks for watching.